بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قل أمي تريد أن تقسم مالها بيننا في حياتها بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، تذكر أن ذلك سيريحها بدلا من أن يحدث شيء من الخلافات. هل يجوز ذلك؟ نقول لا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال العلماء. أولا، هي لم تمت حتى تقسم مالها، وإنما الإرث بعد أن يموت المورث. أما أن تفعل ذلك على سبيل الهبة وهي الذي تقصده غالبا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم، الهبة شيء والميراث شيء. والصحيح ما عليه جمهور العلماء من أن قسمة المال بين الأولاد على سبيل الهبة تكون للذكر مثل الأنثى، خلافا للحنابلة القائلين أنه للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبات، وليس هذا بميراث حتى يقال هذا هو العدل. من كان فقيرا جاز إعطاؤه لحاجته، من كان زمنا مريضا أعمى مقعدا أيا ما كان يجوز إعطاؤه زيادة لحاجته.